ده اللهم بارك. ادي محشي الكرنب يا جماعه اللي انا عملناه. طبعا معاكي ورق عنب، طبعا حاطه الفلفل اللي انا كنت حاطاه، طبعا حاطه من القعر طبعا اللي بيبقى العروق ومعاه بصل. تمام كده. دي بقى الجريل ده يا جماعه، هو جريل زي جريل كده بتسوي فيه الفراخ عادي، بس محمرت انا شلتها من الجريل حطيتها في الفرار عشان يحمر، لان هو دوبك بيسويلك حلو جدا. طبعا حطيت ميه وحطيت نعناع، انا كان عندي منه شوايه اللي هي الكبيره الكهرباء. تمام كده. تحطي فيها ميه ونعناع وكل حاجه، تشوي عليها بقى سمك، تشوي عليها فراخ، تشوي عليها لحمه، تشوي عليها اي حاجه. تمام. بس انا شلته وحطيته في الاير فراير عشان مش هينفع تحمر في الاير فرن، عشان اليد هنا بلاستيك مش حديد. بصوا طريقتها حلوه جدا. تبلتها ودخلتها، سبتها لما سوت خالص خالص خالص، وبعد كده حطيتها في الاير فراير عشان تاني، ورجعتها عشان برضه اوريكي شوايه حلوه وسعرها يا جماعه مناسب وحلو جدا على قد الايد. تمام كده. هتشوي بقى فيها حاجات مش هتشوي بقى غير ان انت ممكن تسوي فيها على النار مثلا فراخ، هتسوي بطه، تسوي رومي، هتسوي اي حاجه. انا جربتها في الفراخ هي حلوه، بس الاير فراير انا حمرتها فيه. تمام كده. طبعا وهنا تقدري تشوفي كل حاجه، تقدري تشوفي الازازه اهو، تقدري تشوفي التسويه والكلام ده كله. بس بتحطي ميه وتخلي بالك يا جماعه لان هي بتفور على البوتاجاز. معاكي بقى ورق العنب اهو، اللهم بارك كده. ما شاء الله يا جماعه. الورق العنب انا لما جبته حطيته في الفريزر على طول، ما سلقتوش، طلعته وحطيته في ميه سخنه. بصوا اللهم بارك. طبعا الكرنب كنت مفرزاه يا جماعه، بس ما تسلقوش او يا دوبك تسقطي الورقه وتطلعيها وتقطعي وتحطيه في الفريزر. ويا ريت ما يقعدش كتير معاكي في الفريزر يا جماعه. ما يقعدش معاكي كتير في الفريزر. بصوا كده اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. طبعا الاوراق يا جماعه ما تحطش كتير في الفريزر.